حياكم الله اخوان بمهمة جديدة من مهمات الداخلية والناس. مهمتنا اليوم من داخل منفذ عرعر الحدودي. خايبين، خزيتونا وفضحتونا يشهد الله، وان صح هذا الكلام الموثق بمقطع فيديوي فعلى عرعر السلام. مواطن اخوان عراقي مقيم في دولة الامارات جاء الى العراق بسيارته الاماراتية المرقمة برقم الامارات. شافوا الجماعة معقال ابيضاني، قال لك هاي صيدتنا لهذا اليوم. استلموه، انطينا كراميه، انطينا هديه، ماخذين حتى عطر من عنده ب $300 غصبا عليه. رفض يعطيهم مبالغ ماليه، قال لهم الا بوصولات رسميه، غيرها ما تشوفون من عندي فلس احمر. قالوا له سهله. شنو سووا وياه؟ شنو صار وياه؟ راح نشوفكم هذا المقطع الفيديوي، ولنا عودة لنتصل بهذا الشخص المقيم ليتحدث لنا عن تفاصيل أكثر، لكن خلينا نشوف هذا المقطع الفيديوي. الموضوع منفذ عرعر. منفذ عرعر قسما بالله العلي العظيم منفذ عبارة عن عصابات. هذا المنفذ عبارة عن فساد. أنا من الساعة 8 دخلت المنفذ، سيارتي أجنبية وهاي سيارتي وعائلتي بالسيارة. لو تنطي رشاوي 5000 و10000 لو ما تعبر. اول ما دخلوني بموضوع الجبايه اللي بالباب. جيش عراقي ياخذ جبايه 2000 دينار على كل سياره. اعطيني وصل، ما انطيك وصل. وصلنا لنقطه التفتيش، الوصل 25000 سعره. يقول اعطيني 35. ليش 35؟ 10 كراميه موظف الجمرك. ما انطيته ال 10000، قال لي خلاص نزل الجنط جنطه. فتحت هاي السفيفه يدوخونه ونزلت هاي الاغراض كلها. ليش؟ والله ما اعطيتك كراميه، مو مشكله. انزل الجنط، فتحت الجنط وحده وحده، خذوهن على السونار. موظف السونار الشرطي سوالي تسجيل خروج او تسجيل دخول ما اعرف. استاذ ممكن كراميه 10000. يابا مال شنو؟ انت موظف لو عايش على كراميه، انت موظف دوله ولابس الزي العسكري تاخذ منه 10000. ليش؟ انطوا اخباريه لكل الموظفين، هاي السياره عرقلوه لا تمشوه، ما اعطانا كراميه من ساعه 8 الصبح وهسه الساعه بالوحده وربع الظهر. وياي امي وياي حرمتي وعيالي 3، كتلنا العطش والجوع. فعلا فضحتونا. اثنين من وراء الموظفين الفاسدين. دمرتوا سمعه العراق، دمرتوا سمعه العراقيين يا منفذ عرعر الحدودي. سمعتوا اخوان؟ يقولون فضحتونا وعريتونا. اخوان هذا جزء من الفيديو، تكملة الفيديو البقية راح اترك لكم اياها باول تعليق على تطبيق التليجرام، شوفوا بقية التفاصيل. لمزيد من المعلومات اخوان راح اتصل بالشخص اللي اسمه علي الحميد اللي صارت ويا هذه الكارثة واللي هو ظهر بمقطع الفيديو، ليتحدث اكثر عن هذه المعلومات اللي رصدناها. السلام عليكم استاذ علي. وعليكم السلام ورحمة الله استاذ حيدر. الله يحفظك. بداية احييك على شجاعتك، واحييك على اصرارك لان ما انطيتهم اللي يردوه. وهذه المعلومات اللي انذكرت انت من تتحمل مسؤوليتها قانونيا. لا اكيد استاذ حيدر، وانا اكثر حق رد الجميع. نعم استاذ حيدر. استاذ علي ما اعطيتهم، شنو صار وياك؟ والله استاذ حيدر بصراحة الموضوع يعني عبارة عن مهزلة. نعم. منفذ حدودي يمثل بلد واللي هو العراق. هذا المنفذ يضم تقريبا دول الخليج اللي هي الكويت، عمان، السعودية والامارات. يجون منا هذا المنفذ رايحين جايين. والله لو تشوف العالم اللي واقفه من سعوديين، من عمانيين، من عراقيين، قسما بالله اللي ما ينطي فلوس مصيره التعب بس. تسليب يعني هذا، والاهانه. تسليب علني من موظفين جمارك، من جيش، من شرطه، من موظفين الحقائق، هذول العمال، اذا ما تنطيهم راح يبهذلوك، راح يدمروك. زين. فاللي صار بيه ما صاير باي بشر، وما اتصور واحد اسمه يتحمله. 4 ساعات ونص انا مغادر للعراق رايح للامارات وسيارتي شخصيه وياي عائله، امي معاي عمرها 75 سنه، مرة عجوز، وعيالي 3. قدروا تسعفوني، انا ما اعطيتكم فلوس، عبرونا الخاطر العائله هاي. لا ليش ما اعطيت فلوس وفضيتها؟
ما انطي استاذ حيدر، ليش انطي؟ هو هذا موظف دوله، موظف محسوب على جهاز معين من عده اجهزه، ليش تاخذون من المواطن رشوه؟ ليش؟ اذا انا انطي وذاك ينطي شجعنا الفساد. انطيتهم عطر، اخذوا منك عطر ب 300 دولار؟ هاي بالدخول اول ما جيت سلبوني، ايش عندك نزل؟ عطر ب 300 دولار، قسم بالله عطر جايبه هديه، خذوه من عندي. قلت لهم ما عندي انا، صح ما عندي كانت فلوس عراقيه انطيهم. فقالوا خلاص شنو اللي موجود؟ خذوا العطر من عندي سعره 300 دولار قسما بالله. يعني خاوه شنو؟ خاوه خلص. ناخذ العطر وانت الممنون. قلت لي تجاوزوا على حرمتك، على زوجتك. والله يا استاذ موظف او ضابط معرض بالمخابرات تجاوز علي وخلي المسؤولين يعيدون الكاميرات اللي بمنفذ عرعر صاله المغادره، تجاوزوا علي وغلطوا علي وسمعوني كلام مهين للشرف. ضابط او موظف اسمه كرار، استاذ كرار. هاي كلها على 10 هاي على 10 و5000 دينار، معقوله هيك؟ قسما بالله تروح تاخذ كاميرتك او اي شخص خليني يروح. ادخل بكاميرتي انا بعد والله انا ما خلوني اصور، حاربوني محاربه يعني شكل لك الكافر ما يسويها. يعني انا جاي زياره ازور العراق محرم والاربعينيه، اتلقى بهذا الاسلوب. ايش خلوا العراق بعد؟ سووا ما خلوا شيء، ما سووه، كرهوا العالم شيء اسمه العراق. عوفني انا عراقي، شوف الخليجيين اللي واقفين. يعني معقوله يقول لك هذا منفذ عراقي؟ ما استعبر خطوتين من المنفذ العراقي للسعودي تشوف يعني شيء غير شيء. الاحترام والتقدير والهلا والمرحبا، قسما بالله دقيقتين ما طولت بالمنفذ السعودي. انا يعني ما اعرف احنا عراقيين. ممنون منك انا استاذ علي. ما عليك من استاذ. واعتقد ان الداخليه ستفتح تحقيق الموضوع وسيحتاجون للاتصال بحضرتك للمزيد من المعلومات. اكيد انا حاضر، انا رقم تليفوني عندك ومعلوماتي كلها عندك. ممنون منك وانا حاضر. ممنون منك استاذ علي، شكرا جزيلا لك. ممنون حبيبي، الف شكر، شكرا جزيلا، ممنون. انا ما علي، انا رجال علي الفضيحه وفق القانون واكفل حق الرد للجميع، بس العله شويه بيكم قرصوها شويه وتأدبوا واحترموا سمعه هذا البلد اللي صارت بالحضيض من ورش كم واحد ساقط ومنحط وما عنده شرف. مع احتراماتنا وتقديرنا للكثير من الناس المحترمه والمخلصه في اداء عملها وواجباتها. هذا الفيديو نسخة منه إلى دولة رئيس الوزراء، ونسخة منه إلى دولة أو معالي وزير الداخلية والأجهزة الأخرى المتمثلة بالمخابرات والأمن الوطني، وما أعرف بعد شو عندكم بهذا المنفذ المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.